السلام عليكم ورحمة الله مشاهدينا الأكارم، سعدتم مساءنا أينما كنتم بكل خير. من الفضاء الإرترية نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة أخبار هذا المساء، معكم فيها قاسم أحمد، والبدء بأهم وأبرز العناوين. ورشة عمل للمرأة في عصب. سيمينار لتبادل التجارب بين مكتبي المراجع العام الوطني والصيني. جهود لتعزيز أنشطة السياحة في شمال البحر الأحمر. الكشف عن القائمة السوداء للاتحاد الأوروبي للملاذات الضريبية. قاذفات أمريكية تحلق فوق شبه الجزيرة الكورية. وألبانيا تنشر 7000 جندي لإنقاذ منكوبي الفيضانات. أهلا بكم. عقدت في مدينة عصب ورشة عمل في 5 ديسمبر حول تطور وتحديات المرأة في إقليم جنوب البحر الأحمر في سنوات الاستقلال. وقال حاكم إقليم جنوب البحر الأحمر السفير محمد سعيد منتاي في الكلمة التي ألقاها، قال أن تقوية القدرات وضمان تطور المرأة في المجالات كافة يرسل أساس المتين لازدهار البلاد، موضحا برامج التنمية المنفذة في الإقليم والخدمات الاجتماعية التي أرسيت مهدت الأرضية للمرأة. وأوضح أن التعليم أساس التطور، مشيرا بالرغم من الجهود الجارية لرفع مشاركة المرأة في التعليم إلا أن النتيجة لم تكن حسب التوقعات، وأكد على استعداد إدارة الإقليم للتعاون المطلوب. وقدمت مسؤولة الاتحاد الوطني للمرأة في إقليم جنوب البحر الأحمر السيدة سعدية إبراهيم شرحا حول تطور المرأة وتحدياتها الأساسية في الإقليم، وأشارت إلى أن تنظيمات المرأة تتوسع وتتقوى لتضافر جهود مؤسسات الحكومة والجبهة. وأوضحت بأن ختان الإناث وزواج القاصرات وتدني المشاركة في التعليم من التحديات التي تعيق تطور المرأة. وقدمت في الورشة أوراق عمل حول مشاركة المرأة في مجالات التعليم والصحة والزراعة وفرصة العمل والأنشطة التجارية وبرنامج القروض. وقالت رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة السيدة تخاتس ميكائيل في الكلمة الختامية، قالت إن الاتحاد يقوم بتنفيذ الأنشطة التي تمكن المرأة من الوعي والتنظيم للنضال من أجل حقوقها وكرامتها، مشيرة إلى أن الورشة قدمت آراء وأفكار تساعد نماء وتطور المرأة، وشكرت الجهات المتعاونة لتحقيق ذلك. نظم مكتب المراجع العام الوطني ومكتب المراجع العالية الصيني في 5 ديسمبر الجاري في العاصمة أسمرة سيمينار لتبادل التجارب فيما بينهم. وقدم المراجع العام الإرترية سيد جرز جهير قبل مدهن كلمة في السيمينار الذي شارك فيه خبراء المراجعة العامة في مختلف الوزارات والمؤسسات الخاصة. قدم توضيحا حول أنشطة المكتب وتحدياته الرئيسية، وشكر الخبراء الصينيين القادمين للتعريف بتجاربهم. وشرح رئيس الوفد الصيني السيد ليو جيانوي سلطة ومهام وأسلوب عمل المكتب العالي للمراجعة العامة الصيني والتعليم المرتبط بالمراجعة العامة المقدم في الكليات. كما شرح مسؤولو مكتب المراجع العامة الإرتري أنشطة المكتب وتطورها وتحديات العمل، وأوضحوا الجهود الجارية لجودة تنفيذ المراجعة. وأوضح مدير الحسابات الحكومية سيد تولد سمري عملية الميزانية واستخدام الأموال الحكومية، والدكتور أسمروم آتو برهان من كلية التجارة والاقتصاد حول جهود الكلية لتخريج محاسبين. وأكد المشاركون في السيمينار على أهميته لتقوية الكفاءة داعين لاستمراريته. أكد مكتب السياحة في شمال البحر الأحمر عن تحقيق نتائج مشجعة من الجهود الجارية لاستكشاف الأماكن التاريخية والجزر الجاذبة من أجل تعزيز أنشطة السياحة. وفي التصريح الذي أدلى به مسؤول مراقبة الموارد والدراسات السيد إبراهيم موسى، قال إن الإقليم يمتلك على شواطئ نظيفة وغير ملوثة تمتد لمسافة 550 كيلومترا وجزرا جاذبة للزيارة. وأكدت الدراسات أن جزر دهرت ودحل وإسراتو ودورقم ودورقيلا وأندبر وإلى نايرا وحاطو وتور وبوليسار وعجوز ودس وأم ناموس ودهل كبير وشومها ودس ومادوت تعتبر جزر جاذبة وملائمة، ويضم إقليم شمال البحر الأحمر مواقع أثرية هامة مثل ميناء عدوليس الأثري وجزيرتي دهلك ودس ومحمية الشمال البحري وصور الكهوف وميناء مسوع ودفاعات نعفة
ودبربيزن وغيرها. أعرب سكان 5 ضواحي بمديرية حقات عن ارتياحهم لفتح خط مواصلات حقات حشيشاي، مؤكدين على العمل لضمان استمراريته. وأشار السكان إلى مصاعبهم الاقتصادية والاجتماعية السابقة، ويحصلون حاليا على خدمات مواصلات بأسعار مناسبة لتخصيص حافلة لهم. وذكر السكان عن أملهم لتوسع وتطور خدمات الصحة والتعليم والمياه بعد بدء خدمات المواصلات، مؤكدين على استعدادهم للقيام بكل المتطلبات لإيصال خدمات الهاتف النقال والكهرباء التي وصلت منطقة حشف راي إلى منطقتهم. وقال سائق الحافلة المخصصة على الخط السيد جمال آدم إن الطريق يقدم الخدمة لجميع القرى، مذكرا بأن تمهيد بعض الأماكن أو أماكن الطريق تحتاج إلى الآليات. ويخدم طريق حقات حشيشاي البالغ طوله أكثر من 19 كيلومتر، يخدم ضواحي غوليا وشنغين وبادوب وفانا وحشفراي وبعض أجزاء ضاحية شلاب بإقليم القشبركة. تجدر الإشارة إلى وجود أكثر من 30 حافلة صغيرة خاصة وحافلات شركة حرات العامة على خط حقات كرن. دعا مسؤول الخدمات الاجتماعية في مديرية مندفر السيد سلمون رستم لتعاون المؤسسات الحكومية وقطاعات المجتمع لإنجاح الفرص المتاحة لتعليم المواطنين الذين فاتهم التعليم في العمر المحدد عبر محو الأمية والتعليم المسائي. وأوضح في الاجتماع التقييمي بأن برنامج محو الأمية برنامج وطني هام وآني، ويتوجب على المجتمع عامة والمعلمين خاصة ترسيخ تأثيرهم ومساهمتهم. من جانبه أوضح مسؤول تعليم الكبار في المديرية الأستاذ إفريم أسفها عن إكمال 255 من 338 سجلوا في 14 نقطة تعليمية، داعيا إدارات الضواحي ولجان القرى للتوعية من أجل إزالة المقاطعة والإهمال. وقال إن خلو 11 ضاحية من الأمية يعكس الجهد المبذول، موضحا بأن 495 طالب من عمر 14 وحتى 20 عاما يدرسون في التعليم المسائي. وشدد مسؤول تعليم الكبار في الإقليم الجنوبي الأستاذ بلاي نور حسين على ضرورة قيام مدراء الضواحي وقادة المجموعات والجهات المختصة الأخرى للعمل المنسق والتعرف الدقيق لأوضاع الأمية. نشرتنا ما زالت مستمرة معكم مشاهدينا الأكارم، لكن بعد فاصل قصير فكونوا معنا. أهلا بكم. نشر الاتحاد الأوروبي قائمته السوداء للملاذات الضريبية التي تضم 17 دولة. كما نشر الاتحاد الأوروبي قائمة مراقبة تضم 47 دولة تعهدت بتغيير قوانينها الضريبية لتتماشى مع قواعده. وتضم القائمة الرمادية العديد من الدول ذات الصلة ببريطانيا، من بينها هونغ كونغ وجيرسي وبرمودا وجزر كيمان وسويسرا وتركيا. ووجهت انتقادات للقائمة بأنها لا تضم عددا من الملاذات الضريبية الأسوأ سمعة. وجاءت القائمة بعد تسريب ما يعرف بأوراق بنما أو أوراق الجنة التي كشفت كيف خبأ أفراد وشركات ثرواتهم من السلطات الضريبية في العالم في حساباتهم في الخارج. وقال مفوض الاتحاد الأوروبي للضرائب بيير موسيغيشي إن القائمة السوداء تمثل تقدما كبيرا، مضيفا أن وجود القائمة يمثل خطوة هامة للأمام، ولكن لأنها أول قائمة للاتحاد الأوروبي تبقى ردا غير كاف على مقدرة التهرب الضريبي في العالم. ذكرت سلطات الدفاع في كوريا الجنوبية أن الطائرات المقاتلة الاستراتيجية من طراز B-1B لانسر التابعة للقوات الجوية الأمريكية ومقاتلات أمريكية من طراز F-22 رابتر أجرت تدريبات محاكاة للقصف في كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء، وذلك في استعراض لقدرة الدولتين الحليفتين وعزمهما على الانتقام في مواجهة استفزازات كوريا الشمالية. وأضافت هيئة الأركان المشتركة أن القوات الجوية الكورية الجنوبية والأمريكية أظهرت خلال هذه المناورات إرادة التحالف القوية وقدرته على الانتقام الشديد في مواجهة التهديدات النووية والصاروخية لكوريا الشمالية.
وأكد الجانبان أيضا استعدادهما لنشر قوة استجابة سريعة من خلال تحسين قابلية تبادل المعدات والقدرة على القيام بعمليات مشتركة في أوقات السلام والحرب. وتشكل هذه التدريبات التي تأتي بعد أيام من إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ هواسونغ 15 الباليستي العابر للقارات ضغوطا عسكرية ضد تهديدات بيونغ يانغ النووية والصاروخية. نشرت ألبانيا ما يقرب من 7000 من ضباط الشرطة وأفراد الجيش لإنقاذ العائلات المنكوبة التي تقطعت بهم السبل بسبب الفيضانات بعد أن غمرت عواصف مطيرة غزيرة مساحات كبيرة من الأراضي. وقد دمرت الفيضانات مئات المنازل والطرق وتركت آلاف الأسر بدون كهرباء بعد أن اجتاحت الانهيارات الطينية خطوط وأعمدة الكهرباء. وتسببت الفيضانات في مصرع شخص واحد على الأقل وإصابة آخرين. ووصف رئيس الوزراء إيدي راما الوضع بالحرج، وطلب من وزرائه اعتماد قانون حول تأمين الممتلكات ضد الفيضانات. قالت وزارة الداخلية الإسبانية أنها ضبطت أكبر شحنة كوكايين منذ 18 عاما بعد ما عثرت على أكثر من 5800 كيلوغرام من المخدر في سفينة نقل بضائع قادمة من ميدلين في كولومبيا. وقالت الوزارة أن السفينة التي جرى توقيفها في ميناء الجزيرة الخضراء جنوب إسبانيا كانت تحمل شحنة موز من كولومبيا إلى البرات دي يوبريغات التي تضم المطار الدولي في كاتالونيا. وأشارت الوزارة إلى أنه تم القبض على 3 أشخاص لهم صلة بالقضية، من بينهم المدير الإسباني لشركة الاستيراد التي تستخدم سفينة نقل البضائع. ولا يستبعد إلقاء القبض على المزيد من الأشخاص، حيث يجري التحقيق مع شخصين آخرين على الأقل. وقالت وزارة الداخلية أن الكوكايين الذي تم ضبطه تصل قيمته إلى نحو 250 مليون دولار، وأنه كان مقسما إلى قطع حيث كان سيجري توزيعها على عدد من الأماكن. بهذا الخبر الرياضي مشاهدينا الأكرام نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرتنا لهذه الفترة. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.